خلينا نحكي مشان ما شتت الفكرة. لبواني قال إنه نحن اليوم طبعا هاي الفرضية اللي هو طلع فيها عنده وثائق، عنده هو يعني حكى إنه هذا الجولاني أو أحمد الشرع كان أبوه موجود وذهب إلى السعودية كما تعلمون، وهو ظل هناك لصار عمره كذا سنة 11 سنة كان بالسعودية. فخلال فترة وجوده بالسعودية اتفق مع السعوديين إنه أنا منكم وفيكم، أنا أصلي عنزة، أنا من قبائل العرب الأساسية، وأنه أنتم ليش ما بيكون لكم نفوذ بسوريا؟ ليش ما بيكون في سوريا تصير إمارة أو مملكة تابعة بشكل أو بآخر للنفوذ السعودي، وتضم مع من سوريا إلى الأردن إلى السعودية بدون هاي الأقاليم اللي عليها مشاكل. إنه أخي أنا بدي أعمل دولة بسوريا، بلا هون هدول مناطق العلويين ومناطق الدروز ومناطق الكرد، بلا هون يا أخي ما تبقى من سوريا، بنعمل مملكة صافية كلها إسلام سنة عنزة ومنصير تابعين لكم. هكذا طرح اللبواني، إنه أبوه للشرع هو اللي مهد له، وتوافق هذا الطرح تبع الجولاني مع الفيديوهات اللي صدرت من فترة اللي حكوا فيها عن المشروع تبع أوباما اللي هو تأهيل الإسلاميين للسيطرة على الأسد والانقلاب عنه وإنهاءه وتفتيت المنطقة إلى دول. فهذا الكلام يتوافق مع مشروع اللبواني، يعني المشروعين حكى فيهم خلال الأسبوع الماضي. نعم. وطبعا عم يقولوا انه الجولاني وفق اقتراح اللبواني هو لازم لا متطرف ولا شيء، جابوه حطوه غرزوه مع المخابرات، ومن رشحه ليكون موجود هو المخابرات السعوديه، وغرزوه بالاحداث وبعثوه الى العراق ورجع بعدين جابوه الى سوريا. وعم يقول انه كل هذا المشروع اللي شايفينه هو بتخطيط سعودي للسيطره على كل مناطق سوريا ما عدا الاقاليم الاداره الذاتيه. يعني رح يصير عندنا اقليم اداره ذاتيه في الحسكه وقسم من دير الزور والرقه مناطق الاكراد، واقليم اداره ذاتيه بالساحل للعلويين والمسيحيين والاقليات مع غرب حماه وغرب حمص والوادي، وفي عندي دروز لحالهم دولة، واخي في عندي حلب وما فوقها بتصير إمارة إسلامية تابعة لتركيا أو بتضم تركيا. ما تبقى من سوريا بصير دولة سنية، دولة العنزة، هكذا طرح اللبواني، تكون تابعة بشكل أو بآخر للسعوديين. هاي تبغى كلها ضمن النطاق التحليلي وليس يعني نطاق تحليلي. يعني أنا اليوم يعني لأي درجة اليوم مثلا السعوديين يعني أنت اليوم في أحداث هو عم يبني عليها تحليل. نحن الأحداث اللي بنشوفها أنه ما يخدم المخطط الإسرائيلي في المنطقة وغيره هو تقسيم سوريا إلى عدة دول. يعني اليوم هذه الدول هي أصلا غير متجانسة. بينت الأحداث الأخيرة أن الشعب السوري واحد وكلنا واحد، كله كذب، كله هشت وحكي فاضي. بين لدينا أنه في عندنا حقد بين مكونات كثيرة من السوريين، وأنه العالم مو طايقة بعضها، ويعني إذا بتترك على بعضها بتاكل بعضها. هذا علامة فشل، علامة فشل. يعني اليوم في نخب، في علويين متنورين، في سنة متنورين، في مسيحيين نخب، وفي رعاة عند الكل. فالغالبية الصوت يعني الصوت الأعلى هو صوت الرعاة. إذا اليوم أردوغان أو البارح أكد رفضه لتقسيم سوريا، وقال بأن تقسيم سوريا مسألة يعني قومية أو يعني أمن. يعني بالنسبة لأردوغان إنه لا تضل كل هذه. لماذا قصد من سؤالي لماذا أو ملاحظتي لماذا هو يذكر هذا الشيء بناء على كلامك عن الموضوع السعودي؟ تمام. فبالنسبة لهم يعني بالنسبة للقطريين هذا المخطط السعودي انه يكون المنطقه تابعه لهم ما زبط مع القطريين. بس ما زبط مع القطريين يعني ما زبط مع مين؟ مع الاتراك، لانه قطر وتركيا محور اخواني غير محور السعوديه. تمام. فاليوم صار كل شخص بده يشد الحافله صوبه. السعوديين استقبلوا، الاماراتيين دبلوماسيين بيستقبلوا الكل، ضلوا يستقبلوا بشار الاسد اللي قبل ما يسقط بشهر. فالاماراتيين ما بيحبوا يطلعوا من المنطقه بالنسبه لهم، وهم محققون انه طلعت ايران من المنطقه. نحن اليوم ما بدنا إيران ترجع إلى هذه الدولة بأي شكل من الأشكال. شو الثمن اللي ممكن نحن نتحمل ندفعه ورح ندفعه. يعني نحن ما بدنا إيران ترجع. طلعت إيران وصار في عندي عدو طبيعي لإيران، يعني أو عدو عضوي لإيران اللي هو أبو محمد الجولاني وجماعته، هن ضد إيران وضدها فكريا ودينيا وعقائديا وكل شيء. فأنا حتى أتحمل يعني شو في الثمن اللي ممكن يتحمله. إذا الإمارات لقيت حالي إنه أنا ماشي الحال فيني أتحمل هذا الثمن، شوية دعم، شوية مساعدات، شوية مصاري ليضل عايش، نعطيه لأبو محمد الجولاني. يعني احنا ما بدنا يموت، بس ما بنعطيه مصاري يظبط حاله ل5 سنين، نعطيه لشهر، راس الشهر اللي بعده نعطيه لشهر. يعني بنعطيه دعم ودفش واعتراف مؤقت. يعني احنا عم نعترف فيك، رح نعترف فيك يا ابو محمد الجولاني شهر، شهرين وثلاثة ونراقبك ونشوف بدك تيجي معنا ولا بدك تروح لغير جهة. اكيد الامارات والسعودية لا يقبلون ومصر كذلك لا يقبلون بأن يكون هناك دولة
في سوريا يحكمها متطرفون إسلاميون، لأنه هذا الشيء يهدد السعودية ويهدد الخليج بالكامل.